الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بنحاول الآن نقرأ مخطط اللي هو السباكة، هذه خاصة بالسباكة فقط. طبعا هذا الدور الأرضي، يعني هذه اللي تحت الدفان تحت صبة النظافة. طبعا في الدور اللي فوق فيه سباكة معلقة اللي عندنا، وفي بعضها السباكة اللي تكون في الصبة. احنا بإذن الله راح ننفذ ونطبق المخطط ونسوي السباكة المعلقة. لما أقول سباكة معلقة أقصد يعني شفتوا هذا الآن، شوفوا هذا الآن الجبس يصير فوقه على طول، عرفت علي؟ تمديدات اللي هو أسلاك الكهرب، أسلاك الكهرب اللي هو بالسوداء، بالليات السوداء، وأيضا المواصير المجاري وكل شيء تكون فوق الجبس. طبعا المواصير بإذن الله اللي راح نستخدمها اللي هي الزرقاء، اللي هي عازلة للصوت. الآن الحمد لله في مواصير زرقاء، يعني لو مرت الموية ما تسمع الصوت إن شاء الله. السباكة القديمة بعضهم يتبعها وما زال يتبعونها، اللي هي تكون في وسط الصبة، في وسط الخرسانة اللي فوق. هذا الآن هذا الجبس مو فوقها صبة اللي هو حقة السقف، في وسط الصبة، يعني تحت هذه لما يسوون الحديد وما الحديد وزي كذا يمررون المواصير تمشي ويصبون عليها الصبة كاملة. فلو صار مشكلة بالتندية ولا شيء ولا ذا بتصب في الخرسانة، بتصب في الصبة وزي كذا، وبعدين راح يطلع ندى 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 حتى ما تدري وين بالضبط، من وين يعني، هل هو من هنا مثلا تسرب ولا من آخر، بيجي على حسب الميول اللي عندك. يعني حمام فوق مثلا لو سرب ممكن يسرب، ولكنه بيمشي في الصبة لين يلقى له مكان، مثلا زي الفلين كانوا تعرفون الهردي الهردي، ممكن يدور له ويندي يندي 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 من عنده. فبإذن الله راح نطبق السباكة المعلقة، وأنا أشوف أنها ممتازة، وهذه أول مرة صراحة أطبقها، وإن شاء الله أنها تكون تجربة حلوة. وبالنسبة اللي جربوا يعني ممتازة، بس يقولوا مشكلة الصوت، والآن حلت مشكلة الصوت. فراح نشوف، راح نقرأ المخطط نشوف شو الطريقة. فعندنا مثلا هذا الآن مطبخ زين، شوف المطبخ الآن نازل منه إيش حقت إيش اللي هي المجلة. شوف الآن طبعا هذه بعدين يعني هذه راح تتوصل لها، فشو يسوي له؟ هو يأسس له هنا صفاية واحدة ويطلع منها ماسورتين للمجلة. أيضا راح يطلع منها إيش اللي هو حقت التهوية. يعني من هنا لو نشوف بعض الفيديوهات اللي قبل صورتها على الطبيعة على الموقع، راح نشوف ماسورة من هنا مطلعة إيش، مطلعة الريحة اللي هو البناء على الصامت، هذا بناء على نظام الكود البناء الجديد. الماسورة أيضا ماشية من هنا شوفوا الآن، شوفوا كيف ماشية، جاية من هنا. طبعا إيش واحدة هنا مسوي سليفة واحدة، السليفة اللي أقصد بها اللي هو 8 بوصة تقريبا، ويمرر منها عادي اللي يبغى 6 بوصة أو 4 بوصة، بس الأفضل أنه يحط 8 بوصة. وبعد الحديد قبل الخشب ضروري جدا. فنشوف هذا مثلا، شوفوا الآن يعني شوف ماشية الماسورة وين هذه؟ أيوة. طب هذه وش اللي مشبوك معها؟ هذه المشبوك معها الصفاية حقت الحمام هذا زين. إنه بالنسبة للمخطط اللي عندنا هنا هو مسوي ماسورتين، ماسورة للخفيف المياه حقت المطبخ وزي كذا المياه النظيفة، والمياه أيضا حقت الصفاية لما تغسل يدينك بالمغسلة أو تغسل الحمام أو زي كذا أيضا تروح من هنا. لكن هذه شوف هذه حاطها 6 بوصة، وهذه حاطها 4 بوصة. فهذه FCO اللي هي فلور كلين اوت. فهنا سوى كلين اوت لهذه. هذا وشو؟ هذا أفرنجي، شوف هنا أفرنجي معلق حلو. الأفرنجي المعلق موجود فيه كوع ريحة حلو. يعني لما تشتري الأفرنجي المعلق أو الأفرنجي العادي تلقى فيه كوع ريحة، لكن بالنسبة للعربي اللي الأرضي اللي على الأرض ما فيه كوع ريحة، لازم يسوي له كوع ريحة. الصفاية هذه فيها كوع ريحة، ليش؟ عشان ما يجي بالروائح من هنا، لأن هذول المواصير ذولا في الأخير راح يلتقون مع بعض، فمعناته الثقيل والخفيف راح يلتقون مع بعض، ممكن تجيك الريحة من هنا وتطلع على
الحمام. فايش تسوي هنا؟ ضروري جدا تركب كوع ريحة، مثل ما قلنا الأفرنجي موجود فيه كوع ريحة، بس بالنسبة للأفرنجي المعلق أو الثاني أول ما يطلع من هنا الآن تطلع الموية وزي كذا، لازم ماسورة قبل ما توصل المجاري، قبل ما توصل المجاري ماسورة هنا طالعة تطلع الريحة. بالنسبة لهنا لا عادي، لأن في كوع ريحة وأصلا موية نظيفة إن شاء الله، فمو بلازم تطلع هنا تهوية وهنا تهوية، لا، هنا المطبخ حددنا مع إنه موية نظيفة. ليش؟ لأن فيه أكل وممكن بصل وثوم ومدري إيش وإذا روايح ممكن تجي تخلى تطلع الريحة فوق. خلصنا من هذه، نمشي قدام مثل ما قلنا فلور كلين اوت، هذه اللي هو هنا يسوى سليفتين. ليش؟ لأن هنا فيه هنا الميدة، مثل ما قلت لكم وقت الحديد يسوي سليفة هنا وسليفة ثانية هنا. خلوها 8 بوصة كلها ثنتين مو بوحدة، يعني هذه مثلا أن معروف عندنا الماسورة دي 6 بوصة وهذه 4 بوصة، فمو بيقول لك والله بسوي دي 6 بوصة وسوي دي 8 بوصة، لا، كلها خلها 8 بوصة أفضل لك. هذه 8 بوصة وهذه 8 بوصة. تمشي. ليش السهم هذا؟ معناته ميول. نيجي هنا أيضا اللي هو طبعا إيش أيوة. هنا سوينا طبعا صفاية. ليش؟ لأن هنا في غسيل ملابس. حلو. نمشي هنا، شوفوا هنا سوى سليفة واحدة وسليفة ثانية، فنمشي نمشي وهذه شبكة معها. شوف هذا حمام ثاني أيضا، زين. الحمام الثاني هذا شابك لي طبعا كل واحدة مع الثانية. بالنسبة للمواصير هنا زبطت معك، زين، المواصير من هنا تجي وهذه تنشبك معهم. تأكد أنت لما تمرر الماسورة ذي كيف تنشبك، هل تنشبك في الماسورة هذه ولا الماسورة هذه. فالسليفات وضعيتها مهم جدا، يعني هل الماسورة هذه راح تدخل من تحت وتشبك مع هذه التأكيد على السباك، لأنه ممكن تطلع الثنتين سوا، واحدة تنشبك هنا ثم تبغى تشبكها في الثانية ما تقدر، تضرب في هذه. فتأكد على السباك انه يقدر يمررها تحت ويشبكها مع هذه. يعني هذه الماسورة هذه بتصير تحت اكثر، يعني اكثر شوي، اكثر نزول، وهذه فوق شوي. ليش؟ عشان الماسورة اللي هنا الثانية تدخل من تحت الماسورة ذي، يعني هذه ميولها اكثر شوي، مو ميول اكثر، قصدي انها انزل اوطى منها. تمشي من هنا ايضا، تمشي. شوف لو تشوف الماسورة ذي وين جاية معه، جاية وشابكة في هذه، والماسورة ذي وين جاية وشابكة هنا. طيب هذه وش هذه حقت ايش؟ الافرنجي. هنا شوف الافرنجي مشبوك مع الثقيل، وهذا الخفيف مشبوك مع الخفيف. طيب لو نشوف الماسورة ضاربة في الماسورة ذي، المخطط الهندسي حاط على ذي مع ذي، لازم السباك ياخذ في اعتباره انها تنزل. مثل ما قلت لكم هذه الماسورة لازم تكون انزل شوي عشان تنشبك فيها. خلصنا من هذه، مشى هنا. حلو. ايوه احنا شوية وين وصلنا هنا. هذه جابها، هذه نفس الشيء، هذه في افرنجي يشبكه من هنا، وهذه اللي هو الصفاية يشبكه من هنا، نفس الشيء. لازم دي تكون انزل شوي عشان تشبك مع الماسورة دي، يعني الماسورة دي نازلة اكثر وهذه مرتفعة علشان تدخل من هنا وتنشبك معها. خلص من هنا، زين. في سليفات تشبكه، لازم تعرف عدد السليفات وتأكد عليها. الشيء الثاني مفروض انه يسوي ايش؟ خيط او حبل يحطه من الاول للاخير ويناظر الميول عنده صح ولا مو بصح، هل هو حاط السليفات في الوضعية الصح ولا لا. بعض السباكي ترى على فكرة يمددها تحت الكرسي، تحت الميدة، وهذا هذا شيء ثاني، هذا شغل وهذا شغل. لكن بالنسبة للشغل اللي تبعناه هنا ان نسوينا سليفات، فيتأكد منها، او انه يجيب له ماسورة وقت الحديد، مو هو سوى سليفات يعني مكانها فاضي وهنا سليفات، خليه يدخل الماسورة ويتأكد هل ميولها صح، هل زي كذا، يطلع الماسورة ويوديها مكان ثاني ويدخلها وزي كذا ويجرب. طيب مشينا لين هنا، مالت ميول من هنا سواله طبعا مخطط بعضها احيانا ممكن تعدل عليه. هنا سوينا كلين اوت لانه ممكن في اللفة هذه توقف، فسوينا كلين اوت هنا
عشان يتأكد لو في شيء ولا ذا يصير فيه علامة على البلاطة، يعني زي البلاطة نحط علامة كذا، لو في مشكلة لا قدر الله ما راح يكسر البلاط كله، لا يكسر البلاطة الصغيرة ذي. وفي بعض نحط غطاء على فكرة، غطاء مسكر محكم وما يطلع ريحة. فهنا في كلين اوت وهنا في كلين اوت. كلين اوت اقصد به انه ينظف لو في مشكلة ولا شيء ولا ذا، يفتحونها تلقاها في السيب غالبا، سيب البيت وزي كذا. مشينا من هنا، مشينا من هنا، ايضا في سليفتين، في كلين اوت هنا، مشت المواصير هذه وانشبكت هنا. شوف لو تشوف الثقيل انشبك مع الثقيل، وهنا طلع وحتى الخفيف هنا. هنا اخطأ المهندس. ايش الخطأ حقه؟ رسمه في بعض المهندسين تلقاه يعني ما هو ميداني، ما يشوف الوضع الطبيعي، فحاط لك هنا بيارة وحاط لك هنا، شوفها هنا بيارة. وش معنى بيارة؟ يعني لو تشوفها هنا، شوفها يعني جاب الماسورة اللي هو الثقيلة اللي هو 6 بوصة والأربعة بوصة، وقفها هنا. خلينا نفهم الآن المكان هذا المشروع فيه مجاري، موصل المجاري. طب انت ليش توقف لي المواصير هنا ونبني بلك وما ادري شنو زي كذا؟ سوانا بياره، شوف سوانا بياره، ثم بعدين طلعها مع ذي. فالصبه هذه وزي كذا والغطاء، تخيل هذه قدام الحديقه، يعني انت جالس عند الحديقه هنا تشم ريحه. ليش؟ لان هنا ليش شابكه على انها تعبيه ثم تعبيه. الشيء الثاني ممكن تطلع صوارير وحشرات، لا، خلي البيارة، الغي البيارتين هذه وخلى بيارة واحدة في الأخير، سوي رداد وخلاص. فهذه أخطأ فيها على فكرة المهندس، واللي نبهني طبعا السباك عن الطريقة هذه. قاعدين نتعلم منهم، كل واحد يتعلم من الثاني. نمشي من هنا، يعني أحيانا يعلمنا وأحيانا نعلمه. هذه ماسورة واحدة مثل ما قلنا، كلين اوت وشبكت هنا. هذه جت هنا مثل ما قلنا، سوى بيارة ثانية، لا اشبكها معها على طول، اشبك ذي مع ذي على طول. هنا كوع فاتح من هنا واشبكها من هنا، اعتقد يسمونه 110 160، ويشبكها من هنا وخلصنا من هنا. مشت طلعت ماسورة واحدة. في الأخير يسوي رداد ويشبكها مع المجاري وانتهينا من الجهة هذه. لو نشوف الجهة هذه، شوفوا هنا المطبخ مدها من هنا ومدها من هنا، وسوانا أيضا هنا كلين اوت. فإيش الخطأ اللي هنا وقع فيه المهندس؟ أنا أستغرب منه صراحة. هنا راسم مطبخ، هذا إيش يا ناس؟ شوف مطبخ فراسم دواليب زين. هنا فرن كهربائي أو غاز، بنمدد غاز طبعا، هذا بعد الصبة. لكن لو نشوف هنا، يعني ليش تسوي لي انت اصلا كلين اوت هنا تحت الدواليب؟ يعني لو في مشكله اروح افك دواليب المطبخ واطلعها؟ لا، انا كلمت السباك خليته يمدها بحيث انها تصير قدام الفرن اللي هنا هذا هو الفرن اللي هنا، ناخذه ندفه وتصير هنا الفتحه حقت الكلين اوت. فالكلين اوت دي ما تقدر توديها من هنا. كلين اوت معناتها هي تنظيف اصلا، هي شيء يفتحونه ماسورة 6 بوصة أو 8 بوصة، يفتحونها من هنا ويدخلون فيها أشياء عشان يدفها لين هنا. وهذه أيضا يصير فيها كلين اوت، يدفها لين توصل المجال. هذا احتياطا. لكن أنت كيف تسوي لي كلين اوت هنا حلو وفي دواليب سويناها قدام تحت هذا الفرن هذا يوخره، يلقى فيه مربعة يفكها ويدخل الكلين اوت او اي شيء اللي حقت شو اسمه الزيق ومزيق، هذه حقت السباكين يدخلونها ومواصير يحلونها. فهذه حقت المشكلة الكلين اوت. نجي ماشي الامور هنا طيبة. هنا وقع المهندس، وقع ايضا السباك في خطأ، اللي هو لو نشوف هنا في ماسورة سوينا سليفتين، كل شيء صح، وسوينا هنا سليفتين، لكن ما استفدنا من الماسورة الصفراء هذه. ليش؟ اللي هي النظيفة. أنا قلت لي اشبك لي هذه، وش الثنتين هذه حقت حمام، هذه الثنتين حقت حمام. أي حمام؟ اللي فوق، فاللي تحت ما توصل لمواصير. فهذه هي لو تشوف الفيديو حق الأرض راح تلقى ماسورتين طالعة، واحدة خفيف واحدة نظيف، واحدة خفيف واحدة ثقيل، واحدة خفيف واحدة ثقيل. زين. فهو شبك لنا ايش؟ هنا لو تشوف هذا حمام طبعا وهذا حمام، هنا ايضا حمام.
هو اللي وقع فيه الآن طلع هذه، شوفها، خلينا نقول مثلا يبغى يشبكها مع الخفيف. حلو، اتفقنا. طيب الثقيل هذا كيف بتمر وذي في ماسورة هنا؟ الخطأ والحل سهل. طبعا خلاص هذا وقعنا فيه، فشبكنا ذي الماسورتين على طول هنا والغينا ذي الماسورة عادي، لأنها أصلا أنت شابكهم مع بعض هنا، من هنا، فالغينا ذي الماسورة، منها توفير ومنها أصلا خطأ وقع فيه خطأ. ما يعني هل طبقنا المخطط 100%؟ لا، هنا ما طبقناه. قولوا لي ليش؟ لأن الماسورة الثقيلة اللي هنا جت بتمشي تضرب في الماسورة اللي هو الخفيفة، تضرب في شو اسمه الثقيلة. فشوف الآن، شوف هذه، يعني شوف هنا، يعني هنا ماسورتين صح ولا لا؟ شوف هنا ماسورتين ما تقدر تمررهم على بعض. وش السبب؟ طيب ايش الحل؟ انا جاني سباك قال ما تجي ضربت معنا. قلت طيب وش الحل؟ قال ما في حل. حاولت وقعدت افكر فيها ايش الخطأ اللي وقعنا فيه، وقلت للسباك اني اصلا كيف انا اعلمكم، اصلا انا ماني سباك ولا اني معلم. باذن الله المره الجايه السليفه هذه والسليفه هذه ما تصير على نفس المستوى. فهي صارت على نفس المستوى، وهذه الماسوره صاروا على نفس المستوى، فكيف تمر؟ ما تقدر تمررها، تميلها ولا ما يصلح. لازم السليفه هذه اللي هي في الميدة، يعني هنا الميدة سوى سليفة حقت مثلا هذا حقت خلينا نقول اللي هو الخفيف مثلا الخفيف هنا، الثقيل المفروض انه اعلى. حلو، او الثقيل اعلى اوطى والخفيف اعلى، فلازم يوازن بين الثنتين هذه. ايضا السليفتين اللي هنا، الفتحتين اللي ذي، واحدة تصير تحت شوي واحدة تصير فوق، عشان ما يضربون مع بعض، عشان تقدر تمرر المواصيل مع بعض. زين، هذا ما وضح لك المهندس، لكن المفروض السباك الفنان يكتشفها. متى اكتشفناها؟ بعد ما اللي هو خلصنا الصبة وفتحنا السليفات. قال لي ما اقدر اسوي لك ماسورتين هنا. طب ليش ما تقدر؟ مثل ما قلت لكم، لان اخطأ في وزنية السليفات اللي هنا والسليفات اللي هنا. انا اسوي هذا علشان ان شاء الله نستفيد منه ان شاء الله بعدين. هذه الصالة طبعا انا اتبع طريقة اللي هو استاذي الكبير اللي هو خالد المالكي، مشرف المشاريع ما شاء الله عليه، تبارك الله يوفقه، ودائما استفيد منه، وقاعد اتبع نفس طريقته، اللي هو اذا خطأ وقعنا فيه نتكلم عنه علشان نحله المرة الجاية ويستفيد أحد منه. مشينا مع المواصيل مثل ما قلنا، لا نسوي بيارة هنا، خلصنا من هنا، طلعنا ماسورة واحدة، نزول FC out، floor clean out، خلاص خلصنا السباكة. أيضا هنا طبعا هذه غرفة لازم يسوي لك إيش؟ حقت مطر. حلو، هنا في غرفة لكن حاط خزان ولا تكلم عن الغرفة. المفروض انه يسوي ماسورة هنا، إنا سويناها من أنفسنا ولله الحمد، حقت مطر وشبكناها مع المجاري. حقات المطر اللي هنا كلها تكون تحت البلاط على طول، يعني في السيب لما يجي مطر ولا شيء في السطح ما يروح يصب موية على السيب عندك. هذه فكرة فكرت فيها، انها على طول تروح من تحت البلاط وتنشبك مع المجاري. هذه كل شيء بالنسبة للمخطط كنظري، وإن شاء الله بعدين نتكلم عنه في العملي.